مساكم. هذا الفيديو للعالم المهتمة بموضوع الفيرمنواغن لما انت بيكون عندك شركة وحابب يصير عندك سيارة على الشركة. في كتير عالم بعد ما تفتح الشركة بيكون عندها سيارة من الأساس، وهي السيارة عم تستخدمها حاليا للشركة وبتحب تقيمها من البريفات تحطها كفيرمنواغن مشان تقيم مصروف السيارة من أرباح الشركة وتستخدم ال 1% ريجلونج. ولكن لتستخدم انت ال 1% ريجلونج لازم يكون عندك معلومات انه قديش البروتو ليستن برايس للسيارة، بروتو نيتو ليستن برايس للسيارة. شو يعني هذا الحكي؟ يعني بدك تكون عارفان انه انت سيارتك قديش كانت قيمتها لما طلعت من الشركة. يعني نفرض انت رحت اشتريت السيارة 5000، ولكن هي السيارة لما طلعت جديدة من المعمل من الشركة ما كان حقها 5000، كان حقها 25000، كان حقها 30000. فأنت لازم تعرف البروتو ليستن برايس لتحسن تستخدم ال 1% ريجلونج ليحسن الاشتباهات اللي عندك، أو المكتب المحاسبية مكتب المحاسبي اللي عندك يعرف يحسب الحسابات ال 1%، يعني هي 1% من قيمة السيارة لما طلعت من المصنع. إذا كنت أنت مهتم بهذا الموضوع خلي إشارة الزائد بيناتنا تختفي. وإذا كنت وقعان بهي المشكلة، عندك سيارة سابقة وحابب تنقلها من البريفات تسويها فيرمنواغن وما بتعرف قديش قيمتها كانت لما طلعت من الشركة السيارة، اكتب لي بالتعليق أو ابعث لي رسالة على الخاص وأنا ببعث لك رابط لصفحة ألمانية فيها كل المعلومات عن السيارات اللي موجودة بالسوق وقديش البروتو ليستن برايس للسيارة لما طلعت من الشركة. لأنه أنت كمان فيك تعرف قديش شو المواصفات اللي بالسيارة اللي عندك، قديش مو قديش ماشي، شو المواصفات، شو الميزات اللي بالسيارة، قديش المحرك، كلياته هذا بيلعب دور بحسب قديش كان سعر السيارة لما طلعت من الشركة. مثل ما ذكرت، إذا كنتم مهتمين بهذا الموضوع ابعتوا لي رسالة، ببعث لكم الرابط، والرابط إن شاء الله راح يخدمكم بهذا المجال. ما عندي غير هي الصفحة. كان معكم فراس سيروان، تموا بخير، سلامات.